هو أنا عندي سؤال وحدوتة صغيرة، استحملوني. عندك أخين أو أخ وأخت، بس هي دايما بتيجي في الأخ والأخت دول بيحبوا بعض جدا، غير بقى القصص الهلامية اللي هم دايما ايه، ده مفضل ده، سيبك هندخل لها في القصص التانية. وبيحبوا بعض، ودول بعد كده كبروا، كل واحد فيهم اتجوز وربنا رزقهم بعيال، ربنا يرزق كل مشتاق، قولوا يا رب. هنا بقى المشكلة، مش هقول لكم ورث وحوارات، لا، ولا غير الستات نسوان لا، القصة مش كده. القصة ان بيختلفوا، بيبقى كل واحد، هقول لك ايه، لو حد مثلا اقل منه ماديا، يسألوا على بعض، يتكلموا على بعض، لكن بتلاقي الحياة لا، مش زي ما كانت في الاول. دختي على ان زمان كان يقول لك ايه، الاخ والاخت ما يتعوضوش، العيل ينفع تعوضه تاني. لكن احنا بعد ما كبرنا ما لقيناش الموضوع دوت، لقينا دايما كل واحد بيبقى عايز ياخد الفرصة للتاني، يقول لك لا ده حق عيالي. طب ما انت عيلك ده، يعني ربنا يحافظ كل واحد على عيله يا رب، بس مش قصدي كده. انتوا فاهمين انا عايزه اوصل لايه؟ طب ممكن العيل ينفع تعوضه تاني، لكن الاخ مش هيعرف تعوضه. فايه ده السبب؟ ده يرجع لايه؟ يرجع لاختلاف الظروف، ولا الست تقول لك ايه، اصل ده مراته اللي ممشياه، لا ده جوزها بيأثر عليها عشان ياخد فلوسها من عند اهلها، ده داخل اكل شارب نايم عند حماته. ليه؟ اللي عنده اجابة بسرعة جدا يقول لي.